نتكلم عن الفكره مدينه لتاهيل اطفال بلا مأوى. هو احنا عندنا الاطفال الشوارع مليين البلد، لما بيكبروا او في نشأتهم، في اللي هو بيسرق، في اللي بيستخدم في البلطجة، في اللي هو بيتاجر في المخدرات، في السرقة، في حاجات كتير هو بيعملها. فاحنا هنعمل مدينة لتأهيل الطلبة او الاطفال دول في الصحراء. هكون فيها مدارس داخلية، المدارس دي هتعلمهم قيم تربوية، قيم أخلاقية، اجتماعية، ازاي يتعاملوا مع المجتمع، تربية بمعنى صح شاملة من كل حاجة، على ايد متخصصين ومدرسين هيبدأوا هم يتعاملوا معهم ويشتغلوا معهم. طيب خلينا نتوقف عند نقطتين. النقطة الأولى هي فكرة مدينة، والفكرة الثانية مدينة في الصحراء. بعض الخبراء الاجتماع بيرفضوا فكرة عزلهم عزل تام، لأن ده معناه إن هينفصلوا عن المجتمع، مش هينفع ندرجهم مرة تانية ويتم دمجهم. لا احنا مش هنفصلهم عن المجتمع ولا حاجه، ده هو مش في الصحراء يعني هنجيب لهم في اخر الدنيا، لا هيكون في مدينه خاصه بيهم، واي حد عاوز يروح ان هو يزورهم هم ينزلوا يعملوا زيارات، مش مشكله يعني. هيكون في تنميه وفي مشاركه مجتمعيه بينهم وبين الشباب. المدينة يعني فكرة طرحت سابقا من قبل عدد من الناس، وفعلا يمكن مؤسسة أنا المصري بدأت بده، عندها تجربة يمكن لها كل التحية. الجديد فيما تقدمه من فكرة حضرتك؟ هو احنا هندخله مدرسه داخليه ونبدا نعلمه قيم اخلاقيه. بعد كده لما يجي ينضج ويخش الجامعه، الطالب اللي هيصلح ان هو يخش الجيش احنا ممكن ان احنا ندخله القوات المسلحه، يبقى في صف جيل تاني لهم. احنا عندنا في امريكا بتستخدم هم اطفال الشوارع في قوات المارينز، وبتوديهم باكستان وافغانستان واللي هي الدول دي. طب احنا ليه ما نستفدش من الناس دي، بالاخص ان فيهم ناس يعني يصلحوا لحاجه زي دي، يعني بدل ما يروح في البلطجه ويستخدموا في البلطجه، لا احنا ناخدهم وندربهم ونعلمهم ويبقوا صف تاني للقوات المسلحه اللي عندنا، بالاخص ان احنا نكون معلمينهم قيم اخلاقيه وهيكون عندهم انتماء للبلد. معنى ذلك انها يعني ليست مبادره اجتماعيه او اهليه في 100%، هتحتاج يعني مشاركه من الحكومه. فعلا لازم يكون في مشاركه من الحكومه وفي اشراف عليها من الحكومه، وعشان المدينه دي تتفعل يعني احنا بدل ما ندي مثلا في ناس فيهم بيشحتوا، بدل ما ندي الشحاتين الفلوس واحنا ما نعرفش اذا كان هو يستاهل الفلوس دي ولا لا، احنا نعمل صندوق او حساب بريد او حساب في البنك له رقم معين وينزل على الشاشه والناس كلها تعرفه، اللي عاوز يدي حد صدقه ولا حاجه يحطه في السنه في الحساب ده، من خلال الحساب ده نبدا المدينه دي. طيب كمان يعني مهم جدا نتوقف عند التمويل. حضرتك ذكرت الصندوق، ولكن الأراضي واختيار المكان، هل حضرتك عندك إحصائيات أو دراسات عن هذا الموضوع؟ احنا ممكن نعملها جنب 6 أكتوبر او مثلا في سينا ولا حاجه، ونبدا ان احنا نعمل مدينه وتكون مدينه كامله من كل حاجه، مستشفيات، مدارس، نعمل لهم منازل. مثالين بعاد جدا يا دكتور، سينا واكتوبر، اعتقد ان البيئه مختلفه تماما يعني هم دول مكانين فاضيين، يعني احنا عندنا سينا عاوزين نشغلها برضو بالمساحه السكانيه لان لها اهداف عسكريه واهداف خاصه البرا، يعني فيها طمع كتير، فاحنا نشغل بها ناس زي دي لما هيكون فيها مجتمع عايش فيها. هيبقى من الصعب ان اي دوله تيجي تخش سينا تضربها ولا حاجه، لان ما يعني فيها هيكون ما شاء الله احنا عندنا 2 مليون طفل دلوقتي في الشارع، ال 2 مليون طفل دول لما هيتجوز هيبقى فيها 5-6 مليون بعد كده لما يكبر. لكن احنا محتاجين كمان يعني دراسة خاصة جدا للتأهيل، سواء كان تأهيل اجتماعي او تربوي، وكمان محتاجين خبراء متخصصين في شخصيات يعني تعامل مع نفسية هؤلاء الأطفال. الناس دي موجوده بيدرسوا في الجامعات والكليات عادي، احنا ممكن نستعين بيهم وهم يحطوا المناهج الخاصه وفي علم النفس وعلم النفس والاجتماع، والازهر ممكن يقوم بدوره من الناحيه الدينيه، ممكن اللي هو مثلا من خلال القوات المسلحه يكون في اشراف عليها ويبدا يشوف الطالب المميز اللي هو يقدر يستفيد منه ويقدر ياخده ويضرب بعد كده، واللي هو مش هيقدر ياخده احنا ممكن ان احنا نستصلح الاراضي، نعمل قريه صغيره لكل 50 فرد ل 100 فرد، ال 100 فرد دول يعني ب 100 اسره، نعمل لكل واحد فيهم منزل وجنبه 200 فدان ولا 300 فدان، لو انا وزعت 10 فدان على كل واحد وافحط لهم بير، البير ده تكلفته حوالي 200,000 ولا 150,000 مش كتير يعني، يبدا يزرع ويستصلح الاراضي. يبقى انا يعني اللي انا القوات المسلحه ما خدتهوش، انا خدته في ان انا اصلح او استصلح الصحراء بتاعتي.
طيب محتاجين تضافر كام جهة؟ يعني حضرتك ذكرت الأراضي، وزارة الزراعة، حضرتك ذكرت أيضا يعني الجيش. كام جهة من وجهة نظر حضرتك تستطيع أنها تحل المشكلة؟ هو دلوقتي هيبقى عندنا حوالي بتاع 4-5 جهات. هو المفروض مجلس الوزراء يتحط تحت اشرافه ويراعي حاجه زي دي، لان هو في يعني البنك، وزاره الماليه هي اللي هتتعامل مع البنوك عشان خاطر تحط رقم الحساب، السكان هي اللي هتحدد المكان، الزراعه عشان خاطر استصلاح الاراضي، والقوات المسلحه عشان خاطر هتشرف عليهم وهتاخد اللي يصلح لها بالنسبه لهم هو الجناد. هو حضرتك نسيت اهم وزاره التضامن الاجتماعي. ده غير التضامن الاجتماعي برضه. طيب في يعني افكار التضامن الاجتماعي ولديها مؤسسات كثيره بتعمل في هذا المجال، حضرتك فكرت في التواصل مع اي هذه المؤسسات؟ لا بصراحه لسه ما فكرتش، بس ان شاء الله في الفتره المقبله هنسعى ونبعت لمجلس الوزراء ونبعت تضامن اجتماعي ونشوف حل المشكله دي باذن الله. كان في تجربه يعني قائمه فعلا وهي قريه الامل، يمكن قريه الامل من اولى يعني القرى اللي اشتغلت في الموضوع ده، وكان ليها دراسه مؤخرا ان عزبه الهجانه من اكثر المناطق اللي بيكون منها يعني وارد لاطفال الشوارع. هل في دراساتكم حددتوا الاماكن مصدر الاطفال بلا مأوى؟ احنا بالنسبه لقريه احنا نكون مختلفين شويه عنها. عندنا مثلا مصادر التمويل، عرفنا احنا هنمول منين، مش هنحتاج تمويل من الحكومه ولا حاجه. ده هو الشخص اللي هيكون عاوز يدي لاي شخص فقير هيتصدق في الحساب ده. الحاجه الثانيه، هل التبرعات تستطيع اقامه مشروع عملاق مثل ذلك المشروع؟ طبعا ده حتى لو كل فرد اتبرع بجنيه، فاهم؟ احنا عندنا حوالي 85 مليون ولا 90 مليون يعني. ما ينفعش برضه يا باشمهندس نعتمد على فكره تبرع ولو بجنيه، لان بقى في عندنا كم الاعلانات بتاعه التبرع اكتر من كم الاعلانات للبيع والشراء. يعني هي مش هتيجي على الجنيه. احنا لو حسبنا الجنيه ده بيصرف في قد ايه يعني؟ لا فكره يعني فكره ان يقام مشروع على فكره التبرع فقط، ده معناه يعني بيهدد استمراريته. لا هو مش بيهدد الاستمراريه. انا ممكن الغي حكايه الحساب بتاعت البنك ده خالص والتبرعات دي خالص، واحطها مثلا على تذكره القطر نص جنيه او جنيه، ويكون اللي من يرغب فيها. يعني دي مصدر دخل تاني، يعني حسب بدل هي المعونة الشتاء اللي هم اللي بيعملوها ولا حاجه، يبقى مثلا يضيف 50 قرش او جنيه على التذكره، ومنها يعني الجنيه ده بالنسبه له يعني كيس شيبسي لابنه الصغير. اهم المراحل العمريه اللي حضرتك هتبدا بيها، لان احنا زي ما قلنا في المقدمه ان حاليا الجيل الثالث يعني لو رجعنا تاني للافلام انور وجدي هنلاقي ان من ايامه في اطفال شوارع. عشان خاطر احنا الحكومه لغايه دلوقتي ما استغلتش الاطفال دي في حاجه تنمي او تنمي المجتمع هنا في البلد. فاحنا هناخدهم في المدينه دي ونعلمهم ونربيهم ونبدا نستعين بخبراتهم بعد ما نعلمهم طبعا، وخبراتهم وكفاءاتهم في المكان اللي يناسب كل شخص، وندمجهم مع المجتمع. تمام. لو توقفنا عند فكرة الدمج، يعني حضرتك المفروض ان هناك خطة يعني بعد تأهيلهم الدمج والعمل مرة ثانية، خلافا عن الأراضي الزراعية، هل هناك فكرة للدمج؟ لأن لما نيجي برضو يعني حضرتك لو عندك بنت وجالك يعني ولد وعرفت ان هو كان في المدينة ومعزول، هل هتزوجه لها؟ هو من الصعب ان اي حد يجوز بنته لواحد زي ده، بس يعني زي ما في طفل مرمي في الشارع برضه في طفله مرميه في الشارع، فانا ليه ما اجوزش الاثنين لبعض؟ يعني هنعمل بس ده حكم قاسي جدا يا باشمهندس، يعني حكم قاسي يعني اجتماعيا، خلينا يعني حسسني ان احنا طبقيين. لا هو مش قاسي، يعني ما احنا لازم نعيش الواقع شويه. انا دلوقتي لو جه حد بتاع حاجه زي دي يعني طبيعي مش هيوافق. ف يعني هو في بدل البنت في 1000 بنت، ليه ما يخشش المدينه اللي اكون خاصه بالبنات ويختار البنت المناسبه له، واذا استراحوا مع بعض يتجوزوا. والله كان في حد قدر عاوز ياخد طفل ولا حاجه ويربيه ويصرف عليه وبشرط ان هو هيخرجه لنا زي ما احنا عاوزين، ياخده ويعلمه ويجوزه اذا كان عاوز يجوزه. اذا لا اعتقد يعني انها يعني خصوصيه حاله خاصه اجتماعيا وانسانيا، يعني كلنا يعني ما حدش معافى ان هو ممكن يوضع لا قدر الله في هذه الظروف، لكن المده الزمنيه اللي حضرتك حاططها لهذا المشروع يعني هو مش هتتجاوز عن سنة ونص سنتين بالكتير، ويكون المشروع انتهى بإذن الله. انتهينا من المدينة ويكون بدأنا ان احنا نجيب الأطفال ونعلمهم في قلب المدارس. تكلفة المشروع؟ يعني هو هيخش في حوالي 200 مليون 300 مليون كده يعني.
300 مليون لإقامة المدينة والتأهيل ولا إقامة مدارس كمان؟ ما هي المدرسة هتخش لها في حوالي بتاع 1.5 مليون ل 2 مليون حسب المساحة. بخلاف الطرق هنعمل لهم وحدة رعاية صحية، نعمل لهم هيبقى في أتوبيسات للنقل، في طرق، في يعني في حاجات كتير غير محطة كهرباء تتعمل لهم خاصة بيهم، غير مصارف الصحي والمياه والشرب والحاجات والاتصالات الحاجات دي كلها. يعني التكلفة مش هتكون كبيرة على البلد يعني. لا 200 300 مليون برضو ما رقم يا باشمهندس. بالنسبة للفرد حاجة كبيرة، لكن بالنسبة لدولة مش حاجة. دي دولة يعني الدولة دي دخلها المفروض مليارات، بيتحسب بالمليارات مش بيتحسب بالملايين. هيوفر كام على الدولة؟ يعني لو قلنا لو احنا صرفنا 200 300 مليون على الأطفال دول هيوفر لنا كام؟ لا هو من ناحيه هيوفر حاجات كتير. هو يكفي ان انا اتقيت او كفيت شر المجتمع منهم، لان ده اساسا بيستخدم في البلطجه، واحنا شفنا في الفتره اللي فاتت البلطجه كانت عامله زي وقطع الطرق والحوادث اللي بتحصل العربيات، حد يطلع ويهزر على العربيه. فانا يعني دي كفايه، غير ان انا ممكن اصلح بيه الصحراء دي من يمه تانية، غير ان انا هستعين بيه في القوات المسلحه. ممكن ان انا اشغله في شركات كمان، يعني اذا طلب الحاجه ان انا اشغله في شركه من الشركات اللي هي في القطاع الخاص او في الحكومه. باشمهندس محمد عبد الوهاب، شكرا لحضرتك، نورتنا. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من فكرة لبكرة. مشروع يمكن تم مناقشته كثيرا قبل ذلك، سواء كان في قرية الأمل أو أنا المصري. عدد من القرى ما زالت قائمة تعطي، محتاجين لأكثر من دراسة هل دمجهم هو الأفضل أم إقامة مدينة لتأهيلهم. شكرا لكم، غدا فكرة جديدة، إلى اللقاء.